يشيلها برجله يمين تمام، او يوقفها زي بواتنج لما وقف كرة عبد الله السعيد، وقفها وعمل باس. كان ممكن الحلين دول يعني، يا يشيلها بيمينه يا يعمل كنترول، لان هو راح خد قرار يشيلها بشماله وبالتالي دخل الجول بالظبط. انما لو خد القرار ان هو يشيلها بيمينه اعتقد كان هينقذ المرمى من جول. دول اتنين لعيبه يستاهلوا اسمهم لان اسمهم كبير قوي وهم كانوا على مستوى هذا الاسم. فطبعا جوزيه من حقه انه يفخر بالفريق بهذا الشكل. الزعل على النتيجه انها 2-1 ما يستمرش كتير، لان هم عارفين قبلنا الالمان ان النادي الاهلي كان ند كامل للفريق، وان هم استحوذوا بنسبه يعني زياده 10-15% على الشوط الاولاني، والشوط الثاني كان النادي الاهلي افضل كثيرا. محمد بركات، ببارك لكم على الاداء الرائع جدا قدام بايرن ميونخ، وناس كتير قالت لك يعني الاهلي جاي يلعب وبتاع وخلاص وزي ما تيجي النتيجه ما فيش مشكله، بس النهارده بمنتهى الامانه اديته بروح جامده جدا. انت واحد من نجوم الفريق النهارده، نلت يعني تشجيع اكثر من رائع يا كابتن النهارده. والله الحمد لله طبعا على كل شيء. احنا طبعا يعني يمكن لحظات هي اللي فرقت في النتيجه، يعني يمكن كنا هنطلع متعادلين وخسرنا، انما طبعا احنا بالعكس يعني احنا الجون ده يعني رغم ان هو زعلنا، ولكن صدقني يمكن لو دخلت اوضه اللبس دلوقتي مفيش حد زعلان خالص، اللعيبه بتضحك وبتهزر والجمهور خارج سعيد جدا. هم راضيين على الاداء جدا، وبصراحه احنا ادينا جيم كويس جدا ولعبنا وسيطرنا وكنا بننقل الكوره، وكانوا هم بيجروا ورا الكوره، هم اللي كانوا بيجروا ورا الكوره. طبعا زي ما انت بتقول طبعا الناس توقعت 4 و5 و6 وبتاع، ويمكن كان في نتيجه طبعا نتيجه خادعه اكيد، اللي هو قال لك بايرن كسب الماتش الودي اللي فات 13-0 فريق السليه، بس في نفس الوقت احنا فريق النادي الاهلي واحنا برضو بنعرف نتعامل في المباريات الكبيره. طبعا هم الامكانيات طبعا اكيد احسن كتير طبعا، وفرق كبير في الكوره طبعا ما نقدرش ننكر، ولكن طبعا احنا بننزل الملعب احنا نفسنا ان احنا نقدم كوره كويسه على الرغم من الماتش ودي، ولكن طبعا احنا ورانا جمهور كبير، الجاليه المصريه انت عارف هنا كبيره، والماتشات دي بتساعدهم وبتفرحهم، واكيد هم هيبقوا فرحانين لو ادينا جيم كويس، والحمد لله عملنا جيم كويس ونتيجه كويسه واعداد كويس. يعني اتكلمنا على الهدف ثنائي خطير، لا ده عادي، بركات وبتريكة. لا ده عادي عادي ايه يعني، جبت جون في بايرن ميونخ ايه المشكله؟ عادي. طب انت رحت فين بعد الجون؟ رحت لتريكا. لا رحت لتريكا. انت رحت كده؟ رحت لتريكا، انا رايح لابو تريكا يعني عشان اقول له انت اللي جبته، لقيت ابو تريكا بيجري، قلت له ده هتستهبل، ده انا اللي جاي الجون مش لا والله انا عايز اقول لك انا معظم اجواني اللي بيعملها لي يمكن ابو تريكا او احمد فتحي، يعني دايما هم الاثنين اكتر ناس يعني بيعملوا لي الاجوان، والحمد لله يعني كنت موافق. اكيد انا يعني سعيد، واكيد ان انا فرحان ان انا اسجل في فريق كبير زي بايرن، ولكن يعني بشيد تاني بالفرقه النهارده وبزمايلي، ادوا اداء كويس جدا رغم الهزيمه. كنت بتكلم مع كابتن بركات بقول له ثنائي خطير كالمعتاد، قال لي بس يعني انا جون. لا الحمد لله بركات لعيب كبير والحمد لله يعني كان موفق فيها. كلمنا على الجمهور النهارده يا كابتن محمد. الجمهور المصري وما شاء الله على فكره مش جمهور الاهلي بس، ده كان في اسماعيلي كان في زمالك يعني. فدي واضح جدا، يبقى كان لازم ان انا اتحسب لكده بان انا باستمرار اوصل بدري نص عدى، بحيث ان انا بتاع ابو تريكه ده بتاع الجول جميل جدا يعني الحقيقه، تمريره اختراقيه، البنتريشن ده في كره القدم شيء مهم جدا، انك بتباصي باصه تضرب مجموعه من اللاعبين اختراقيه، عشان كده ممكن هذا الاختراق يتم بالباص، ممكن يتم بالدريبلينج تفوت من الناس كلها، واخد بالك، فبيتم باشكال مختلفه. لكن هنا بسرعه بركات، ربما ما فيش غير جوني رايح في القريب، ما فيش حد جاي من بعيد، ابو تريكه جاي متاخر ما لحقش، لكن على طول وائل جمعه وزقه والله، انما بركات يعدي وفاول جامد قوي، انما فليب لام اهو
من اللي بيكسر برجل اليمين جوه في ملعب الشوط. بتلعب بص تحرك بدون كره، تحرك بدون كره حلو قوي 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 من الراجل اللي لسه نازل ايفيكا، واللي حضراتكم اخطر واحد فيهم ده، انما برافو وائل جمعه وعلى طول يغمزها ناحيه اليمين هناك عند برضه ايفيكا وزحلقه كده من احمد فتحي. لسه النهارده بوب برادلي كان بيدي فرقه هناك في سي الشهاده سي، وكان بيشيد يعني احمد فتحي من اللعيبه الاقوياء المجتهدين، يسلي نفسه قبل ما يلعب جد. ويا سلام يا سيدة معوض، اول مره نلاقيك تخش ومغطي صح قوي مع ارين روبن، وحظك الكويس اللي معاك واحد قصير زيك فانت قادر عليه، هو رقم 10 ارين روبن، خد واحده من شتايجر وغطى صح قوي، وبركات بركات بركات، انما على طول يطلع مانويل نوير. ادي الكوره المعاده الفاول، وشوف اكرامي ما شاء الله قبل ما يطلع كل احتياطي البايرن كله بدا يسخن. ده النادي الاهلي افتكر الايام الجميله بتاعه اليابان واحرز هدف وبدا يمسك كوره، وهنشوف على طول ابو تريكه بيرقص وعاوز ياخد فاول، وخد فاول وضربه حره مباشره كده يعني. او بص فاول انتعاشه للنادي الاهلي بعد الهدف، بركات الجميل اللي من التمريره بتاعت ابو تريكه الجميل قوي. بتلعب الكوره وبركات يطلع على طول بصدره نوير ويضربه لخمه، انما يقطعوها وتروح على طول لفيليب لام الجبهه الشمال هناك، مركزين على احمد فتحي شايفينه في الشوط الاول كان عامل لهم ازعاج هو بركات، بدا يهاجموا من هناك وضغطه من حسام غالي تتفتح 4-2 وبيجيله الناحيه الثانيه ومش عاوز يديله ليه، ماشي كتير قوي عاوز ياخد خطوه فوق، انما جده كان عاوز يدي الكوره للي هيديها له. فيليب لام وهوليجر